من أول ما عرفنا الدنيا والقطط موجودة حوالينا، حيوانات غامضة بتحب العزلة أوقات وبتحب تدلع كمان. بس في لغز كبير بيلف حوالين المخلوق الجميل ده. ليه بيقولوا إن القطة عندها 7 أرواح؟ هل فعلا القطة بتنجو من الموت أكتر من مرة؟ ولا هي خرافة توارثناها من أجدادنا؟ النهاردة هنغوص مع بعض في أسرار القطط ونكتشف الحقيقة ورا المقولة الأشهر: القط ب7 أرواح. وكمان، هل القطط بتشوف جن ولا لا؟ وهنعرف أكثر نظريات مرعبة بتتكلم عن الموضوع. يلا بينا جاهزين؟ اربطوا الأحزمة واستعدوا الفيديو مش لأصحاب القلوب الضعيف. أولاً، هل القطط ب7 أرواح ولا لا؟ أصل المعلومة بيرجع لآلاف السنين. في مصر القديمة القطط كانت مخلوقات مقدسة مرتبطة بالإلهة باستيت، إلهة الحماية والخصوبة. المصريين لاحظوا إن القطط بتقع على رجليها دايماً وبتنجو من مواقف صعبة. ومع الوقت ظهرت فكرة إن القطة ما بتموتش بسهولة، ومن هنا بدأت فكرة الأرواح المتعددة. في الثقافات الغربية بيقولوا إن القطط عندها 9 أرواح، لكن في الثقافة العربية والمصرية الرقم 7 له رمزية خاصة: الكمال، الغموض، والعالم الروحي. الفقرة الثانية: هل فعلاً القطط بتنجو من الموت؟ القطط عندها قدرة عجيبة اسمها الاستجابة الانعكاسية. ريفلكسز قوية جداً. لما تقع بتلف جسمها بسرعة في الجو علشان تنزل على رجليها. وزنها الخفيف وجسمها المرن بيخلي عندها فرصة كبيرة للنجاة. علماء من جامعة نيويورك عملوا دراسة على أكثر من 100 حالة سقوط قطط من مباني مرتفعة، وكانت النتيجة إن معظم القطط نجت. العلم بيقول إيه؟ جسم القطة فيه عمود فقري مرن جداً أكتر من البشر. القطة عندها توازن غير عادي، وده بيساعدها في تفادي الإصابات. كمان القطط عندها غريزة البقاء. لما تتصاب بتختفي وتهتم بنفسها لحد ما تتعافى. العلماء شايفين إن اللي بيحصل ده مش أرواح، لكن قدرات جسدية وعصبية مذهلة. خرافات وأساطير عن القطط. في بعض الدول القطط السوداء مرتبطة بالحظ السيء، وفي دول تانية الحظ الحلو. في أوروبا القرون الوسطى كانوا بيعتقدوا إن القطط بتشتغل مع السحرة. في اليابان في أسطورة النيكوماتا قطة عندها قوة خارقة بتعيش سنين طويلة وتتحول لكائن روحاني. كل دي أساطير زودت الإيمان إن القطط مش عادية. مشاهد من الحياة: قطة بتقع من الدور التاسع وتقوم تمشي، أو قطة دخلت في حادث واتعالجت بسرعة رهيبة. قصص من أصحاب قطط بيحكوا عن مواقف كانت موت محقق بس القطة نجت منه. وفي مرة واحدة كانت بتقول. وهنا بنرجع نسأل: هل هي فعلاً 7 أرواح ولا معجزة ربانية في مخلوق صغير؟ سواء القطة عندها روح واحدة أو 7، هي بلا شك مخلوق مميز بيجمع بين النعومة والذكاء وبين الغموض والدفء. بس الأكيد إن في كل مرة بتنط وبتقع وبتنجو بنلاقي نفسنا بنردد: سبحان الله. في بقى شوية نظريات مرعبة بتتكلم عن القطط، وهل القطط بتشوف جن ولا لا؟ كملوا معانا لآخر الفيديو عشان تعرفوا. نظريات مرعبة عن القطط: هل فعلا بيشوفوا الجن؟ هل القطط فعلا بتشوف الجن؟ ولا دي مجرد خرافات؟ في نظريات كتير مرعبة، بس اللي هقوله دلوقتي مش للقلوب الضعيفة. النظرية الأولى: عين القط بوابة لعالم الأرواح. في ناس بتقول إن عين القط مش بس حلوة، دي بوابة لعالم تاني. لما تلاقي قطك واقف بيبص فجأة في السقف أو في حيطة فاضية وعيونه بتلمع، ممكن يكون بيشوف كيان أنت منشافهوش. في ناس بتقول القطط بتقدر تشوف الكيانات الماورائيات والجن. مش بس كده، دي كمان ممكن تحذر صاحبها من وجودهم. النظرية التانية: القطط كانت بتحمي الفراعنة من الأرواح الشريرة. في مصر القديمة القطط كانت مقدسة، مش بس علشان جمالها لكن علشان دورها في الحماية. الفراعنة كانوا بيصدقوا إن القطط بتشوف الأرواح الشريرة وبتطردها. في كهنة زمان كانوا بيخلوا القطط جنب المقابر علشان تمنع أي روح شريرة تقرب من الملوك. النظرية الثالثة: كل قطة وراها روح. في خرافة بتقول إن كل قطة بيتبعها كيان روحي. الكيان ده بيحميها، بس كمان ممكن يسبب أذى. لو أذيت قطة من غير سبب الكيان ده ممكن يطاردك ويجلب لك حظ سيء أو حتى كوابيس متواصلة. النظرية الرابعة: القطط بتشرب طاقة البيت. في ناس بتقول إن القطط بتمتص الطاقة السلبية في المكان، بس لو الطاقة السلبية كتير جدا القطة بتبدأ تتصرف بغرابة، تبص في الفراغ، تموء بحدة، أو حتى تهرب من البيت فجأة كأنها مش قادرة تتحمل الشر اللي حواليها. النظرية الخامسة:
القطط حراس بين العوالم في اليابان والصين. فيه معتقدات قديمة بتقول إن القطط بتقدر تتحرك بين العوالم، عالمنا وعالم الأرواح. وفي أساطير بتحكي عن قطط تتكلم وتختفي فجأة.